في يوم من أيام شهر يناير، كان في طالب قاعد في أوضته ماسك الكتاب وباصص فيه، بس مش شايف ولا كلمة. مش لأن الكتاب صعب، لكن لأن الخوف كان مالي دماغه. السنة كانت قربت تخلص. ناس كتير بدأت من شهر 7 و8. ناس خلصت المنهج برتين، وناس بتراجع وهو لسه فاتح الصفحة الأولى. كان بيقول لنفسه: أنا اتأخرت، خلاص راحت عليا. بس جواه صوت تاني هادي، ضعيف بس صادق: طب ما تحاول، هو إيه اللي هيحصل أكتر من اللي أنت فيه؟ وفي اللحظة دي قرر قرار بسيط جدا، بس غير حياته كلها. قرر يبدأ، مش بكرة، مش الأسبوع الجاي، بدأ في نفس اليوم. فتح الدفتر، كتب التاريخ، كتب أول عنوان. أول يوم كان تقيل، ركز ساعة ونام. قرأ صفحتين وحس إن دماغه بتوجعه، بس الأول مرة نام وهو حاسس إنه عمل حاجة. تاني يوم ركز ساعة ونص. تالت يوم ساعتين. مش لأن الحماس كان عالي، لكن لأن الالتزام بدأ يتكون. كان بيذاكر وهو تعبان، وهو قلقان، وهو شايف غيره سابقه بمراحل. كان بيفتح السوشيال ميديا يشوف ناس بتقول: خلصت المنهج، بدأت مراجعة نهائية، ويقفل الموبايل ويقول: أنا ماليش دعوة بحد، أنا سباقي مع نفسي. الوقت عدى، شهر يناير خلص، ودخل فبراير، وهو لسه بيغلط، لسه بينسى، لسه بيفتح الدرس أكتر من مرة. لكن في فرق خطير حصل. بقى فاهم، مش حافظ وخلاص. فاهم ليه الإجابة كده، فاهم الفكرة من جواها. في مارس بدأ يلاحظ إن في ناس بدأت تشتكي، ناس بدأت تحس بالملل، ناس بدأت تكسل، وهو لسه بيكمل. مش سريع، بس ثابت. كان بيقول: أنا مش محتاج أكون الأول دلوقتي، أنا محتاج أكمل. دخل إبريل، والضغط زاد، والخوف رجع. بس المرة دي كان معاه سلاح، اللي عمله في السر: ساعات التعب، أيام الإحباط، ليالي السهر. دخل الامتحان مش مطمن 100%، بس واثق في مجهوده. وخرج وهو بيقول: أنا عملت اللي عليا. النتيجة ظهرت. الناس اللي بدأت من أول السنة، فيهم اللي تعب، فيهم اللي وقع، فيهم اللي اعتمد على البداية ونسي يكمل. وهو جاب درجة أعلى، مش لأنه أذكى، ولا لأنه أشطر، لكن لأنه ما استسلمش لما بدأ متأخر. وساعتها فهم حقيقة محدش بيقولها: مش المهم تبدأ إمتى، المهم تكمل إزاي. والتأخير مش نهاية، التأخير مجرد اختبار. لو أنت بدأت في شهر واحد، أو حتى بعده، لسه في فرصة. مش علشان الزمن في صفك، لكن علشان الإصرار أقوى من الوقت. ولو بدأت النهاردة بصدق، ربنا هيعوضك بطريقة تبهرك. يا شباب، لو لسه فاتح الفيديو دلوقتي ما تقفلش. اللحظة دي ممكن تغير كل اللي جاي. قوم، أيوة قوم، مش بكرة، مش بعد شوية، دلوقتي. هات كتبك اللي ناوي تذاكرها وبص كده. أول مادة جت في دماغك هي دي، هاتها وقول بصوتك: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا هبدأ النهاردة. مش هضيع وقت، مش هستنى لما أظبط الدنيا. النهاردة أول يوم في السنة بالنسبة لي. حتى لو ذاكرت 50% بس، والله أحسن 1000 مرة من إنك ما تذاكرش خالص. اعمل اللي عليك، وربنا مش بيضيع تعب حد والله. أنا حصل معايا موقف. كنت بذاكر، وجيت قبل الامتحان قلت راجع سؤالين ما كنتش مذاكرهم قوي. قلت لنفسي خلاص، أذاكرهم وخلاص. والله العظيم دخلت الامتحان، لقيت السؤالين دول بعينهم، والسؤال الواحد ب5 درجات. ليه؟ مش صدفة، عشان ربنا شاف إني تعبت بصدق. ربنا شاف المجهود. اللي يقولك اللي بدأ من أول السنة هو اللي هيجيب مجموع، قوله: إحنا لينا رب كريم. ربنا شايف كل واحد، شايف تعبك، شايف دماغك وانت مش قادر، شايفك وانت بتذاكر وانت تعبان. طول ما ربنا شايفك بتعمل مجهود، هيعوضك، وعوض حلو قوي. وهتيجي تقول: أنا ما كنتش متخيل إن ده يحصل، أنا إزاي بقيت كده؟ ربنا هيعوضك عوض كبير. انت بس ذاكر واعمل اللي عليك، وما تقوليش: استنى لما انضف اوضتي،
استنى لما أعمل شاي، استنى لما أظبط الدنيا. سيبك من كل ده. قوم دلوقتي حالا وقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهات كتابك وكراستك وابدأ ذاكر الدرس لأول مرة. والدرس لو قعد يوم كامل ولا يهمك، والله مش مشكلة، مش سباق، انت بتبني نفسك. حاول وملكش دعوة، ربنا هيقف جنبك. تخيل معايا كده، لو مادة زي الفيزياء فيها 10 دروس وكل درس خد يوم كامل. أيوة، يوم كامل، عشان ما تقوليش أنا بذاكر ببطء. متخيل إنك في 10 أيام تكون خلصت الفيزياء كلها؟ متخيل؟ فكر بس. قوم بقى، هات كتبك، ابدأ حالا، واكتبوا في الكومنتات هتبدأوا بإنهي مادة، وتاني فيديو هنزله عايز أعرف بدأتوا بإيه وخلصتوا قد إيه. يلا، الخطوة دي ممكن تغير حياتك.